السلام عليكم يا حبايبي، مرحب بكم في قناتي. النهاردة بناء عن طلب المشاهدين طلبت مني حاجة لتساقط الشعر، وديت الوصفة دي كنت جايباها من دكتور. الوصفة دي جميلة جدا وبتفرق معاكي كتير للشعر الخشن وللشعر الضعيف، الشعر اللي بينزل، الشعر المتهالك، فروة الرأس. هي علاج لكل حاجة. معايا هنا زيت الجوجوبا وزيت اللافندر وزيت جوز الهند. التلاتة دمت اساسي في المكونات بتاعتي اللي انا هعملها، او الخلطة بتاعت الشعر، او سيرم للشعر. ده اسمه سيرم للشعر. زيت الجوجوبا وزيت اللافندر وزيت جوز الهند طبعا بتجيبيهم من عند العطار او اي واحد بيبيع مستحضرات تجميل. فايدتهم بيحوشوا الالتهابات اللي في فروة الرأس، بيمنع التساقط، الشعرية الضعيفة، الشعرية المتهالكة بسبب التصبغات، بسبب الفرد، الحاجات دي كلها، الاستشوار، نزول الشعر، بتحوش الالتهابات اللي في فروة الرأس، القشرة، الشعرية الضعيفة بتقويها. ليها فوائد كتيرة جدا، فوائد لا تعد ولا تحصى. اهم حاجة معايا في المعيار بتاعك ان انتي بتعايري الزيوت دي، بتحطيها الكمية بتاعتها كلها بتكون متساوية. طبعا الزيت الجوز الهند الاصلي بيبقى معايا جامد كده. بجيب حمام مائي، حمام مية دافية، واحط الازازة فيه علشان تسيح، وبعدين بعاير الكميات بتاعتي بالتساوي واحطها في ازازة او بخاخة او الازازة اللي انتي بتحطي منها السيرم، وهرجها كويس واحطها في حمام مائي دافي علشان المية تكون سخنة، ما تكونش وصلت لدرجة الغليان، لا تكون سخنة. في نفس الوقت يكون الزيت معايا بدأ يسيح وكله يختلط ببعضه. هبدأ بقى ان انا ارجها كويس. وبعد كده اهم حاجة في المكون ده، علشان في شعيرات بتبقى ناقصها فيتامينات زي فيتامين المعادن، الحاجات دي كلها بتبقى ناقصة في جسمنا، فهي بتبقى بسبب في تساقط الشعر. احيانا بتبقى بسبب الانيميا، بسبب التوتر، بسبب لما تكون واحدة عصبية او حد عصبي شعره برضو بينزل من كده. عندها نقص في اي فيتامينات في جسمها او المعادن، فدوت بيبقى سبب في نزول الشعر. ففعلا انا لما سألت دكتور وبحثت برضو كتير، قالوا لي الخلطة ديت والخلطة دي لقيتها فيها فايدة جدا، وجابت نتيجة معايا حلوة انا وبناتي، وجميلة، بتخلي الشعرية ناعمة. وفعلا فعلا فلوسك مش بتروح على الارض ومش مكلفة خالص. معايا هنا شريط حبوب فيتامين ه. فيتامين ه ده طبعا بتجيبيه من الصيدلية، انا خدت منه حوالي 6 حبات. تمام. وافضيهم في الازازه. الفيتامين اللي هي ده بيبقى في قلبه ماده زي الزيتيه كده، بفضيه في الازازه بتاعت السيرم. اهم حاجه لو الفيديو عجبكم ما تنسوش